ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في الدرس الاول من دروس تعليم سكراتش للاطفال وللكبار، يعني تبدا من 8 سنين لحد بقى ما ربنا يديك طول العمر كده. برنامج ممتع جدا ومشوق ويخليك ان انت تبدع فيه اكتر سواء كنت صغير او كبير. الابداع في البرنامج ده مش مربوط باي سن ولا اي وظيفه ولا اي تعليم ولا اي حاجه، وبكل سهوله وبكل بساطه هعلمك كل حاجه فيه وهخليك تبدع بجد ان انت تبقى مبرمج. تقدر تعمل على البرنامج ده قصص ستوري بالصوت وبالكلام وبالحركه وكل حاجه، وكمان ممكن تعمل لعب عن طريق ان انت تتحكم او تخلي المستخدم يتحكم بالاسهم، يحرك الاوبجكت ده ويحركه من مكان لمكان، ولو مثلا اتخبطت فيه مثلا كوره يعمل الحاجه الفلانيه. في شويه حاجات كده هنتعلمها مع بعض، ودي تبقى مدخل للبرمجه بالنسبه للصغيرين وبالنسبه للكبار كمان لو ما عندهمش اي سابق خلفيه عن البرمجه. البرنامج ده في مدارس بتدرسه، بتدي عنه نبذه كده لانه يعتبر مدخل كويس للبرمجه بالذات للاطفال في سن صغير. هنبدا كده على طول ان احنا نتعرف على الواجهه بتاعه البرنامج. اول حاجه انا باف 11 كده بلغي البار ده عادي اللي هو الكروم اكسبلورر او اللي هو المتصفح بتاع كروم. باف 11 كده بلغي البارات بتاعته كده وكمان برجعها بالشكل ده. تعالى بقى من الاول خالص كده، انا دلوقتي فتحت الاكسبلورر او المتصفح بتاع جوجل كروم، فتحته كده من الاول خالص وعايز اخش بقى على الموقع الالكتروني بتاع سكراتش اللي هو اللي فيه الابلكيشن اللي احنا هنشتغل عليه. فهروح كده على الادرس بار او البار اللي انا بكتب فيه عنوان الموقع الالكتروني، هكتب سكراتش. طبعا انتوا هتلاقوا اللينك بتاع الموقع ده في صندوق الوصف تحت او في الديسكربشن بوكس. اوكي، scratch.mit.edu اللي هو education يعني موقع تعليمي. تمام، وهدوس انتر كده هيوديني على الواجهه الرئيسيه بتاعه الموقع الالكتروني. انا هدوس اف 11 كده عشان يبقى الاكسبيرينس احسن كده واقدر اشوف الموقع بشكل افضل ويبان لكم كمان في الفيديو بشكل اوضح. هنا زي ما حضراتكم شايفين ده البار الاساسي بتاع الموقع، هتلاقي فيه كرييت اكسبلور ايديا اباوت الكلام ده كله. وهنا عندي حاجتين بقى مهمين هتكلم عليهم هنا، ان انا بعمل جوين سكراتش، ان انا اسجل الايميل بتاعي او اعمل لي اكونت او حساب على الموقع. وده بيفيدني بايه؟ بيفيدني ان انا الشغل بتاعي كله اقدر اشيره من على الموقع، وكمان الاهم من كده ان انا بحفظه على الموقع. يعني مفيش داعي ان انا انزل الشغل اللي انا عملته على اللابتوب بتاعي او على الايباد بتاعي، مش ضروري ان انا انزله، مجرد ما افتح الموقع بلاقي الشغل بتاعي كله محفوظ فيه. والحاجه الثانيه ان انا بعمل ساين ان لو انا عندي اوريدي اكونت على الويب سايت ده او على الموقع الالكتروني بتاع سكراتش. تمام، ممكن لا ده ولا ده، اروح على طول اعمل حاجه اسمها ستارت كرييتنج، ان انا بعمل ايه؟ بخش على طول ادايزن بقى، بخش بقى اتفاعل على طول مع البرنامج من غير ما يكون عندي اصلا اكونت. بس انا برشح لكم وبفضل ان احنا نعمل اكونت على الموقع. طيب عشان انشئ اكونت جديد او حساب جديد على الموقع بروح على جوين سكراتش بالشكل ده، بدوس هنا بيقول لي اختار يوزر نيم. اوكي، انا عادي ممكن اكتب اسمي اهو، بس انا لو جيت كتبت اسمي في كذا حد ملايين يعني بيستخدموا البرنامج، فلو رحت مثلا من اليوزر نيم بتاعي كتبت هيثم بس كده ورحت عشان اكتب الباسورد هيقول لي يوزر نيم تيكن، يعني الاسم ده موجود قبل كده، فاقدر ان انا ازود مثلا ممكن اخليها مثلا هيثم سلامه مثلا بالشكل ده، واروح على الباسورد. طالما رحت على الباسورد وما ادانيش اي حاجه يبقى كده ايه، خلاص اقدر اكتب الباسورد بتاعي. تمام، اي باسورد بقى من اختيارك. اوكي، وبعد كده هروح على نيكست. طب هنا بيسالني انت عايش فين، هنا انا اختار يونايتد ارب اميريتس، هدوس نيكست. اوكي، هنا بيقول لي دخل لي سنه الميلاد وشهر الميلاد، شهر الميلاد وسنه الميلاد. بعد كده هقول له نيكست. هيقول لي اختار النوع بتاعك انت، ذكر ولا انثى، ميل طبعا. اوكي، وهقول نيكست. بعد كده هنا هيقول لي دخل الايميل بتاعك. الايميل ده مهم جدا عشان يفعل خاصيه الشيرنج، وكمان عشان لو الاكونت بتاعك انت نسيته ولا حاجه تقدر ان انت تعمله ريكفري بعد كده. فطبعا هكتب بقى الايميل بتاعي، هعمل كرييت اكونت. خلاص قال لي ويلكم تو سكراتش، وقال لي طبعا ايه اليوزر نيم بتاعي. هقول له جيت ستارتد، هيوديني على الشاشه الرئيسيه بتاعه سكراتش. في خطوه اخيره عشان تفعل بقى الحساب بتاعك اللي هي بتاعه كونفيرم يور ايميل. ازاي هتعمل كونفيرم للايميل بتاعك؟ تفتح الايميل بتاعك عادي نفس الايميل اللي انا حطيته، هلاقي عندي هنا ايميل اسمه كونفيرم يور سكراتش اكونت. بكل بساطه هدوس على كونفيرم ماي ايميل ادرس بالشكل ده. اوكي ليتس جو. اول ما ارجع على الشاشه الرئيسيه تاني هلاقي ايه البار بتاعت اللي هو كونفيرميشن بتاع الايميل دي خلاص راحت اتلغت. او ان انا لو قفلت الموقع كله كامل اقدر اعمل ساين ان تاني بالشكل ده، هو بيبقى حافظ لي اليوزر نيم والباسورد، بقوم دايس على ساين ان بالشكل ده هيقوم مدخلني برده على الاكونت بتاعي. هنا في الاكونت سيتنجز او اعدادات الحساب بتاعي ممكن اغير الدوله اللي انا فيها، ممكن كمان اغير الباسورد، احط الباسورد القديم وبعد كده ارجع احط الباسورد الجديد مرتين واعمل تشينج باسورد من هنا. وكمان ممكن اغير الايميل اللي انا بستخدمه حاليا، ممكن احط ايميل تاني وادوس على كونفيرم باسورد اللي هو الباسورد بتاع الاكونت نفسه،
وبعدين بعمل تشينج ايميل وخلاص. ايه تاني هنا عندي من البروفايل، ان انا ممكن اروح على البروفايل كده وهنا اختار صوره كويس، وهنا ممكن احط نبذه عني وبشتغل في ايه ومش عارف ايه، وهنا كرييت بروجكت كده البروجكتات اللي انا عاملها ومشيرها اوريدي بتبان عندي في البروفايل بتاعي، وهنا لو عندي اي كومنتات او بقدر ممكن احطها عادي خالص. طبعا سيبنا من الموضوع ده كله وتعالى نروح على اهم حاجه اللي هي كرييت دي هي اللي بتخلينا نبدا ان احنا بقى ننشئ بروجكت او بعمل مشروع جديد. المشروع الجديد ده انا ممكن هنا اسميه من هنا، اقول له مثلا ده ليسون 01، ده ليسون 1. خلاص كده انا سميت المشروع بتاعي. تمام، خليني ادوس F11 كده اكبر الشاشه. دي البار الاساسيه او المين بار بتاعتي، مين تول بار. فبلاقي فيها بقى ايه هنا، دي السيتنجز الاعدادات. طبعا في هنا لانجوج ممكن اغيره على فكره للعربي، بس انا ما احبش يعني تتغير للعربي. وهنا الكلر مود اوريجينال وهاي كونتراست، خلينا بعدين نقول الكلام ده. بص بقى قائمه فايل دي مهمه. هنا نيو ان انا بنشئ مشروع جديد، سيف ناو ان انا بسيف الشغل اللي انا عملته دلوقتي لو عايز اسيفه حالا يعني. وهنا بعمل نسخه تانية من المشروع باسم تاني خالص. يعني لو انا مثلا عكيت مثلا في حاجات او زودت حاجات وعايز النسخه الاوريجينال تبقى موجوده زي ما هي، فانا بعمل حاجه اسمها سيف ا كوبي، بعملها باسم تاني مختلف عشان يبقى انا كده ضامن ان التغيرات اللي انا عملتها دلوقتي بتكون موجوده بس في ملف تاني، ملف مشروع تاني. لود فروم كمبيوتر وسيف تو يور كمبيوتر. سيف تو يور كمبيوتر ان انا المشروع بتاعي ده كله ممكن اعمل له داونلود على الكمبيوتر عندي، بسيفه عندي على الكمبيوتر. لود بقى العكس بتاعها، ان انا لو عندي مشروع متسيف اوريدي على الكمبيوتر ممكن انا ارجع احطه تاني على الموقع وابدا ان انا اشتغل عليه. ده بيفيد اكتر الناس اللي هم مش عاملين اكونت اصلا على الموقع، وكل ما هيخش بقى هيعمل لود للمشروع بتاعه وبعدين يرجع يعمل له سيف تاني على اللابتوب بتاعه او الكمبيوتر بتاعه او الايباد بتاعه. قائمه اديت بقى فيها ايه؟ في حاجه اسمها تيرن اون تربو مود، بس ده يعني بعدين هنتكلم فيها مش موضوعنا دلوقتي. وهنا شير، ان انا بعد ما اخلص المشروع او وانا شغال في المشروع اقدر ان اعمل له شير على البروفايل بتاعي. شير ده يعني مشاركه، الناس تشارك او شارك مع الناس المشروع بتاعي او الشغل بتاعي، الناس كلها تقدر تخش تشوف المشاريع اللي انا بعملها. وهنا سي بروجكت بيج، ده ممكن منها افتح البروجكت بيج. خلينا نشوف كده موضوع الشير والسي بروجكت بيج كده على السريع. لو دوست شير بالشكل ده اهو جاب لي هنا ايه، ده ليسون 01 دي صفحه المشروع بتاعتي. من صفحه المشروع هنا اقدر ان انا اشغله طبعا، او اقدر ان انا كمان احط شويه تعليمات، وهنا احط شويه نوتس انا عملته امتى ومش عارف ايه والكلام من ده وبيشتغل ازاي والحاجات دي كلها. ومن هنا كمان اقدر اعمل بوست لكمان الكومنت. وهنا اقدر كمان اغير اسم المشروع عادي خالص، يعني ممكن اخليه 001. وممكن كمان البروفايل بتاع البروجكت ده اقدر ان انا اشيره عن طريق ان انا ايه، اقول له كوبي اللينك، وكمان اقدر اضيفه للاستوديو. سي انسايد هنا كده ان انا برجع تاني اشوف المشروع. طبعا زي ما انتم شايفين كده انه اسمه اتغير لان انا غيرته اوريدي في البروجكت بروفايل. زي ما انت شايف الوضع بتاعه شيرد يعني انا لو رحت للبروفايل بتاعي بالشكل ده هلاقي عندي الفيتشرد بروجكت اللي هو ده الليسون 1 اهو، ده هنا متشير الناس تقدر تشوفه عادي. طيب لو حبيت الغي الشير عادي خالص، اخش على الملفات بتاعتي من هنا. شايف دي ده الفولدر ده فيه البروجكتس بتاعتي. شايف هنا معمول له ايه، ده اللي هو ده الليسون بتاعي اللي هو 001. سيبك ده قديم، ده هنمسحه دلوقتي اهو بالضغط على ديليت. وهنا ممكن اعمل له ان شير، لو دوست على ان شير كده خلاص هو ما بقاش متشير. لو دوسنا سي انسايد بالشكل ده رجع اورنج تاني، يعني معنى كده ان انا اقدر ان انا اشيره تاني. توتوريالز اللي هي ايه دي بقى، دي انت لو حابب تتفرج على فيديوهات فيها افكار، فيديوهات تعليميه، لو دوست عليه كده هيطلع لك شويه فيديوهات تعليميه بالشكل ده. مثلا دي ستوري، على فكره الشغل ده معمول بالسكراتش اهو. دي كانت نظره سريعه كده على الواجهه بتاعه برنامج سكراتش. برنامج ممتع جدا وان شاء الله هتستمتعوا معايا في الدروس اللي جايه ان شاء الله. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك النوتيفيكيشن او اشعار بالدرس اللي انا هنزله على طول اول ما بنزله، لان هشتغل بسرعه انا في البرنامج ده ان شاء الله. مستني دعمكم طبعا، ومستني تعملوا لي لايك على الفيديو، اي كومنت او اي ملاحظه على الفيديو. بشكركم لوقتكم جدا. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.